السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ ابتسام. في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير طاجين الدجاج بالفريت. كيجي لذيذ بزاف ومقلي كيف ما كتلاحظوا. غادي يعجبكم ان شاء الله، وما تنساوش اللايك للفيديو، وغادي نبداو على بركة الله. اول حاجه كنبدا بها كناخذ الدجاج كنوضعوه في واحد الاناء. انا هنا عندي غير فخوضه. ممكن تستعملوا مثلا الا كان الدجاج صحيح، مثلا تستعملوا الصدير مع كل شيء. كندير شويه البزار، شويه السكينجبير. القياس اللي كندير في المعالق هو اللي كندير كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كندير شويه الخرقوم، وكندير رويس المعلقه ديال القرفه. اللي عنده القرفه عواد مثلا ما يديرش هكا، يدير غير العواد. وعندي هنا شويه العطريه ديال الدجاج، رويس المعلقه حتى هي، ورويس المعلقه ديال القزبر حبوب مطحون. القزبر حبوب كيضيف ليه واحد المذاق رائع حتى هو. وعندنا شويه الملح حسب الذوق، كل واحد الملح حسب الذوق. وعندنا السمن. هنا انا كيف ما كتلاحظوا كثرت شويه السمن لان عندي ما حارش. بالنسبه اللي عنده السمن حار يدير غير رويس المعلقه، لان الطاجين ما يبغيش السمن بزاف. وعندي هنا 3 ضريسات ديال الثومه مع شويه المعدنوس. وعندي كذلك شويه ديال الزعفران الحر ذوبته في شويه ديال الماء كيف ما كتلاحظوا، غير شويه الماء ماشي بزاف، وكنضيفوا على الدجاج. كنضيف المعدنوس للدجاج من بعد ما فرمته مزيان. وفي الاخير كنضيف زيت الزيتون. ممكن تستعملوا غير الزيت نباتيه، وممكن كذلك نخلطوا بيناتهم بجوج، زيت الزيتون مع الزيت النباتيه. ومن بعد كنشرمل الدجاج كامل في التوابل اللي صايبت، وكنغطيه وكنديرو في الثلاجه. كنخليه يترقد لمده 2 ساعات او اكثر، لان كل ما خليناه مرقد في التوابل كل ما الدجاج كيجي بنين. اللي ما عندوش الوقت بامكانه يخليه يطيب مباشره. ومن بعد ما ترقد الدجاج خديت واحد البصله متوسطه كيف ما كتلاحظوا، كنفرمها على هذا الشكل بالسكين. كيف ما كتلاحظوا هنا ما حطيتش البصله على القرطه وقطعتها، كنقطعها بيدي على هذا الشكل. هذا الشكل تقليدي، هذا هو اللي كيجيب المرقه معلكه ومدغمره. مثلا في اللحم ولا في الدجاج محمر ولا اي حاجه، الا بغيتي المرق يجيك مدغمر ومعلك، قطعيه بهذا الشكل هذا. ما تحطيش على القرطه وتقطعيه. هذه الطريقه هذه هي اللي كتجيب المرقه مدغمره. كنحط طاجين على نار مهيله، وكنحط عليه الفخيضات ديال الدجاج. وضروري كندير شي حديده تحت الطاجين. انا كندير 2 حديدات باش ما كيلصق لياش، باش ما كيلصقش وما ما كيتحرقش. هنا كناخذ ديك التوابل اللي بقات ليا في الاناء وكنضيفها على الدجاج. ومن بعد كناخذ الحامض مصير اللي اساسي في الطاجين. هذا الحامض مصير مصايبه انا على يدي، ان شاء الله شي مره نصايب معكم الطريقه ديالي، كيجي رائع. خديت 3 طريفات حطيتهم في الطاجين على هذا الشكل، وصافي كنغطيه وكنخليه يتقلى. هنا من بعد ما تقلى كيف ما كتلاحظوا حليت الطاجين. هذا يلاه كيتقلى دابا. حليت الطاجين وكنحاول نمرق كيف ما كتلاحظوا. كناخذ شويه المرقه ونخويها على الفخيضات بحال هكا. والاشاره الطاجين راه ما درتش فيه الماء نهائيا، يلاه داك شويه الماء اللي كنت درت مع الزعفران كيف ما كتلاحظوا غير الربيع ديال الكاس. ما كنحتاجش ندير له الماء نهائيا. صافي دابا غطيت عليه وكندوز البطاطا. كنقشر البطاطا. هذه البطاطا اللي كنستعملها بزاف الناس كنشوفهم كيسولوا على نوع البطاطا اللي كتجي فريت. هذه هي اللي كنستعمل انا. هذه البطاطا البيضاء ما كتجيش شاربه الزيت، ما كتشربليش الزيت، غير هي على حسب الموسم. عاوتاني في بعض الاوقات كتكون كتشرب الزيت، بعض المرات ما كتجيش شاربه الزيت، على حسب الموسم اللي حنا فيه.
كنقطعها كامله على هذا الشكل هذا باش كيجيو الطريفات كاملين مقادين. ومن بعد كنغسلها مزيان المره الاولى الثانيه الثالثه، المهم حتى ما كيبقاش فيها البيوضه، حتى كيصفى الماء ديالها مزيان. من بعد كنصفيه مزيان، كنخليه حتى ينشف شي شويه ويقطر مزيان، وكنديرو في الزيت يتقلى. انا درتو في الاله، ممكن يتقلى غير في كاسرونه او مقله عاديه. وهذا الدجاج من بعد ما طاب حيدت ليه الغطاء. كيف ما كتلاحظوا هذا راه ما درت ليه لا مرقه لا ما لا والو، صافي هذا غير المرق ديالو هو اللي طلقو. كنضيف عليه شويه ديال الزيتون الاخضر، وكنعاود نغطي عليه واحد مده ديال 3 دقائق ولا 4 دقائق. صافي الفريته هو تقلى كيف ما كتلاحظوا، كنخليه يتقطر شي شويه. وهذا الطويجين ديالنا من بعد ما وجد كيف ما كتلاحظوا، المرقه كيفاش كتجي مدغمره ومعلكه، كيجي مقلي مزيان. ديك طريقه البصله اللي درت ليه في الاول اللي شلطتها بيدي كتجي كتعطيه واحد التغميره زوينه كيف ما كتشوفوا. وكيجي مسم كذلك بالزعفران الحور وبالحامض الزيتون كذلك. وصافي كنضيف عليه الفريت من بعد ما نشف ليا شي شويه. كنضيفوا على الطاجين كما هو المعتاد عندنا المغاربه كاملين، طاجين ديال الدجاج بالفريت. كيجي هاد الطاجين اللي صايبت معكم كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.